يا مساء الفل والعسل والياسمين، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلناه. قبل ما نبدأ الفيديو انزلي بقى حطي لايك، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وانزلي خدي لفة في القناة جايز تعجبك وتبقي ضمن عيلتنا الصغيرة وقناتنا اللي لسه صغيرة. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة حلوة لولادنا، حاجة كده خفيفة وحلوة ومش مكلفة جامد وايه، وهتعجبهم وهيحبوا ياكلوها مع المذاكرة. تحطيها ليهم في اللانش بوكس، اي حاجة هم عايزينها. طبعا احنا داخلين على الشتاء، والشتاء بيحب الاكلات السخنة وبيحب الحلويات، فاحنا هنحاول نعمل على قد ايدينا، على قد اللي معانا نعمله، اللي نقدر عليه اكلات اقتصادية وحلويات اقتصادية، واللي نقدر نعمله نعمله. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب معايا نص كيلو كنافة، اي نص كيلو كنافة اشتريه حطيه في الفريزر وجمديه، مش عايزة تجمديه وفرميه في الكبة. هتجيبي نص كيلو كنافة هتحطيه في الفريزر تجمديه، تفركيه بايدك زي ما انا عملته، مش هياخد معاكي ثانية. لكن عايزة تفرميه في الكبة براحتك برضو، ده شغال وده شغال. هتجيبي بعد كده ما تفركيها بايدك وتنعميها، اهم حاجة تنعميها زي ما انت شايفة، وهتحطيها في صينية من غير اي حاجة. هترشيها كده، مش هترشي عليها الاول مادة دهنية، هتحطيها في الصينية الاول وهتسويها وتظبطيها. اي حاجة كده تلاقيها كتلة كنافة ولا حاجة ايه، تفركيها بايدك هتتفرك معاكي وايه، وهتتظبط عشان خاطر ما تبقاش الكنافة مكلكعة، تبقى ايه حتة واحدة. هتسويها كده في الصينية. طبعا احنا لغاية دلوقتي لا حطينا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. الاول نسوي ايه الكنافة ون ايه ون وننعمها بين ايدينا ونحطها في الصينية. هنشغل الفرن على درجة حرارة وسط، يعني ايه يعني، ولا يعني فوق الوسط حوالي ايه 200، وهنحط الصينية في الشبكة اللي في النص. لو ما حمرتش معاكي تفتحي الشواية على نار هادية، بس تخلي بالك منها، لان ايه الكنافة ما بتستحملش، ممكن تشيط منك بسرعة، فانت تخلي بالك اول ما تاخد لون تطلعيها على طول. هنجيب كوباية سمنة سايحة، هنسيحها كوباية سمنة كوباية زبدة كوباية سمنة. يعني بصي الموجود عندك سمنة علب، اللي موجود عندك استعمليه ما توقفيش عليه. يعني اللي في المحلات بيستعملوا لنا سمنة بلدي ولا حصل، السمنة العلب هم اللي بيشغلين بيها، والزبدة اللي هي ايه، اللي هي النباتي دي المارجريت، هم ده اللي بيشتغلوا بيه، مفيش حاجة تاني. هتجيبي بقى السمنة العلب دي او السمنة البلدي او السمنة الزبدة اللي موجود عندك زي ما قلتلك، وهتسيحيها وهترشيها على ايه، على الكنافة. لازم تشربي بيها الكنافة كلها. هتقولي كتير، هقولك كنافة يعني سمنة، جلاش يعني سمنة. وبعدين الكنافة والجلاش بياخدوا السمنة اللي عايزينها وبيطردوا ايه الباقي. يعني اول ما تيجي تحمريها وتطلعيها وتصفي الكنافة هتلاقي ايه السمنة اللي فايضة نزلت منها، بتاخد اللي عايزاه والباقي بتطرده، ما بتاخدش كله، يعني ما تقلقيش. بعد كده هنيجي نعمل ايه، هنعمل الحشو بتاعها. احنا طبعا حطينا السمنة على الكنافة وحطيناها فين، في فرن البوتاجاز تتحمر. هنيجي نعمل الحشو بتاعها. ايه الحشو بتاعها؟ هنجيب كوباية سكر، بس يكون سكر ابيض، وهنجيب معانا صينية. طب انا ما عنديش طاسة جرانيت، ليه؟ عشان انا عايزة اعمل كراميل، ولازم الكراميل يتعمل في ايه، في طاسة فاتحة، ما ينفعش تكون تيفال وغامقة. طب ما عنديش، خلاص مش هعمل، لا طبعا هتصرف. عملت في صينية عادية، عادي صينية ألمونيا بيضة، وطلع كراميل زي العسل واحلى. يمكن ما تعمليه في صينية جرانيت ولا تكون سيراميك فاتحة ولا الكلام ده كله، بس المهم تخلي بالك اهم حاجة توطي النار وتهديها، وتحط كوباية السكر زي ما انت شايفاها كده. اول ما يبدأ السكر يتكرمل في الجناب زي ما انت شايفة، هتبدأي ايه تقلبي فيه. غير كده ما تحطيش ايدك فيه، ما تحطيش السكر وتبدأي تقلبي. لو حطيت السكر قبل ما يجي يتكرمل هيعمل ايه، هيخرز معاكي وهيبوظ الكراميل، مش هيبقى كراميل، هيخرز السكر ومش هتعرفي تعملي فيه حاجة، هيكون خلاص باظ. فانت تستني لغاية ما يبدأ يتكرمل في الجناب او في النص، وتبدأي ايه تقلبي، تحطي ايدك بقى وتقلبي بقى. هتقلبي على طول لغاية ما السكر ده كله اللي انت شايفاه ايه يتكرمل معاكي. انا شغالة اهو، ما فصلتش الكاميرا عشان تشوفي الكراميل اللي قدامك بالظبط، ما عملتش حاجة من ورا الكاميرا. هتقلبي لغاية ما تلاقي السكر كله داب،
وكله ساح وتكرمل. ما تسيبيش اي حاجة ولا اي سكر مخرز لغاية ما تلاقي الصينية كلها نطفت وما فيهاش ولا حباية سكر، كله تكرمل معاه. بس اهم حاجة تخلي بالك ما تنسيش نفسك وتفضلي تقلبي وتكرملي لغاية ما تبصي تلاقي ايه الكراميل اتلسع منك. لو هو اتحرق منك خلاص كده هيمرر وهيترمي، مش ملوش علاج تاني، خلاص باظ. فانت تخلي بالك من ايه، من الحتة دي. تفضلي تقلبي كده ويديك اللون الذهبي اللي انت شايفاه، وتقلبي فيه على طول لغاية السكر ما يتكرمل ويبقى ايه قدامك سايح وزي الفل، سايح ونايح. هنفضل نقلب كده وايدنا فيه، ولا تروحي يمين ولا شمال، تقفي عليه لغاية ما تخلصيه عشان خاطر ايه يطلع معاكي كراميل زي الفل. عايزه اقول لكم ان الكراميل ده اقتصادي وسهل وبسيط وكل حاجته موجوده في البيت، ولا كريمه لباني ولا حليب ولا اي حاجه، هم حبه ميه وحبه سكر هيطلعولك احلى كراميل. طب انتي هتعملي صينيه الكنافه بالكراميل بس، ما تعمليش كوبايه سكر. انا بعمله بحطه في التلاجة، ولادي بيحبوه بياكلوه، تحطيه على كيكه، تحطيه على اي حاجه حلوه، هو بيقعد. وكمان داخل عليك الشتاء ممكن يفضل معاك اسبوع او 2 او 3. تحطيه في علبة وتقفل عليه كويس وتسيبيه في التلاجة، كل ما تحبي تعملي حاجة تطلعي تحطي منه. طب انت مش عايزة تعملي غير صينية الكنافة بيه، اعملي نص كوباية سكر بس، ما تعمليش كوباية، واقسمي المقدار اللي انا بعمله على 2. فهمتي يعني ايه؟ ما تعمليش كوباية السكر كلها كتيرة. لكن لو زي بيحبوه ولادك وبتحبوا تاكلوه، اعمليه وحطيه في علبة وحطيه في التلاجة، كل ما تحبي تطلعي منه طلعي منه على طول، وايه خدي منه واقفلي العلبة تاني وحطيه في التلاجة، ما بيحصلوش اي حاجة. بعد كده حطيت معلقة سمنة او معلقة زبدة الموجود عندك، هتنزلي بيه بعد ما خلاص زي ما انتوا شايفين الكراميل ساح والصينية نظيفة وزي الفل. هنزل بمعلقة السمنة وهفضل اقلب فيها تقليبتين 3 برضو لغاية ايه ما تاخد وتدي مع السكر. وهنزل بقى بكوباية مية مغلية، ولازم تكون مغلية كوباية المية اللي هي كوباية العصير او المج اللي احنا ايه بنشرب فيه ده عادي. هتنزلي هتلاقي السكر جمد بقى وبقى كتل، تبدأي بقى تقلبي فيه كله على نار هادية، مش هنعلي النار خالص. تبدأي بقى تقلبي فيه لغاية ما السكر يرجع يفك من تاني ويسيح معاكي تاني اهو زي ما انت شايفة. بصي تكتل معايا في المعلقة بس كله ده هيسيح دلوقتي وهيرجع زي ما هو اهو ساح وبقى ايه مية. طب احنا هنعمل كراميل المية ده ينفع؟ طبعا لا، مش هينفع. احنا خلاص كرملناه ونزلنا بيه بالمية عشان ايه يفك السكر معانا. هنعمل ايه بقى بعد ما ياخد غلوة او 2 ويفك السكر ويتكرمل معانا زي ما انتوا شايفينه كده، خلاص داب ومفهوش اي كتل ولا اي كلاكيع ولا اي ايه تخريزة، ناعم وسايب وزي الفل. هنجيب معايا كوباية الا ربع مية عليها معلقة صغيرة نشا، بس المية طبعا تكون باردة لان النشا ما ينفعش نحطه فيها مية سخنة. فهنحط كوباية الا ربع مية عليها معلقة صغيرة نشا، وهندوبها وهننزل بها على الكراميل، وهنبدأ ايه نقلب كويس لغاية ما ايه يغلي معانا الكراميل. اول ما يغلي هيبدأ يتقل شوية بس كده، هنخليه ونركنه على جنب لغاية ما يبرد معانا، مش هنعمل فيه اي حاجة تاني. عايزة اقولك ان كراميل زي العسل، ما تفرقوهوش عن بره خالص. بس اهم حاجة تحطي له معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة تكون حلوة، يعني ما يفضلش اي نوع تاني عشان يديك التطعيمة بتاعة الكراميل الحلوة. هنقلب كده زي ما انتوا شايفين ولغاية ما يبدأ اول ما يغلي معانا خلاص كده هنطفي عليه ايه لما يستوي النشا. هنطفي عليه وهنحطه في اي بولة تانية عشان خاطر يبرد معايا. شايفين لونه عامل ازاي وقوامه بدأ ايه يتقل سنة معاه، هيتقل مش يبقى مهلبية، لا هيتقل بس زي ما انتوا شايفين كده انسيابه وحلو. هنحطه في بولة تاني عشان خاطر يبرد معايا وهركنه على جنب. هشوف هبدأ اعمل ايه تاني. شايفين هو لونه كده في المج باين ايه غامق، لكن هو لونه هتشوفوه كده فاتح وزي الفل، ما تفرقوش عن الكراميل بتاع بره.
هنجيب بقى هنعمل الشربات بتاع الكنافة. احنا كله ده بنعمل في الحشوات والايه والكنافة في الفرن، ما تنسوهاش. هنحط كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين مية، عليهم عصرة ليمونة. واول ما تبدأ تغلي المية بالسكر هنوطي عليهم وهنسيبهم لمدة 7 دقايق. مش هنوطي جامد، يعني ايه، النار تكون حلوة. اول ما يغلي الشربات تبدأي تعدي 7 دقايق وبس وتطفي عليها. احنا عايزين شربات دي تقيل للكنافة ويكون بارد. طبعا اول ما يغلي ونحسب ال7 دقايق نطفي عليه ونركنه عشان يبرد. هنيجي نعمل بقى ايه الكريمة. هنجيب كوباية لبن، عليها ربع كوباية سكر، دي نص، انا ما خدتش ايه النص كله عشان يبقى ايه يعني الحلاوة في الكنافة مظبوطة، ما يبقاش مسكرة. هي كده كانت مظبوطة وما كانتش مسكرة خالص، كانت مظبوطة بالظبط. حطيت كوباية كريم شانتيه، حطيت عليها كوباية حليب، وحطيت ربع كوباية سكر، وبدأت أقلب. طبعا الكريم شانتيه أنا حطيت بالحبة عشان ما كنتش عايزة يعني ايه، ما كنتش عايزة الكريمة تبقى سايبة خالص، يعني ما تبقاش طرية، لا تبقى ايه متماسكة. هبدأ احط بالحبة بالحبة لغاية ما اظبط القوام. يعني كوباية الكريم شانتيه ممكن يكون النوع اللي انا جايباه غير النوع اللي انت تشتريه، فكل نوع بيختلف عن التاني. فيه بياخد سائل كتير وفيه ما بياخدش. انا اللي جايباه ده خد مني كتير، خد حوالي الكوباية خدت مني حوالي كوبايتين حليب. هبدأ بقى اضرب الكريم شانتيه لغاية اوصل للقوام المظبوط. بس كده. انا لا عايزاها تقيلة قوي ولا عايزاها ايه خفيفة قوي، عايزاها مظبوطة. همسح كده وانضف من الحليب اللي ايه اللي اتدلق مني على الرخامة، واظبط الدنيا واروقها. وهشوف هعمل ايه. هحطها في التلاجة عشان ايه تتماسك معايا كده وتبقى حلوة لغاية ما اطلع الكنافة وايه ظبطها. كده انا طلعت الكنافة خلاص حمرت. شفتوا الدماغ بقى بعد ما حطيتها في الصينية المربعة دي، وكنت خلاص يعني المفروض انا هحط لها الحشو بتاعها واظبطها وكل حاجة، لا انا غيرت رأيي، قلت لا انا عايزاها في الصينية المدورة. طب ايه يا جماعة الفرق؟ ما تعرفيش بقى دماغ ان انا عايزاها في صينية مدورة. هو غسل مواعين وخلاص، والله تعب. يلا ما علينا. المهم انا بعد ما حمرتها في الصينية المربعة دي اكبر صينية ايه في الطعم، وبرضو الصينية المدورة اكبر صينية في الطعم. هاجي احطها كده في الصينية وايه واسويها وافردها. خلاص انا طلعتها من الصينية واحطها في ايه في الصينية التانية. يعني انت ممكن تعمليها كده في صينيتها على طول، ما تغيريش، ما تعمليش زيي تغيري، لا انت زي ما هي حطيتيها في الصينية وحمرتيها تحط عليها ايه الحشو بتاعها وخلاص. لكن بقى اللي بيحب التعب يا جماعة سيبوه ده مع نفسه. فكده ايه سويتها انا في الصينية وبعد كده ايه هشوف هحط لها ايه. خلاص كده هنسويها كويس بقى عشان خاطر ايه لما تيجي تقطعيها تبقى القطعة بقطعتها ما تبقاش مفرولة. هنزيها بقى ايه بالشربات اللي احنا عملناه. طبعا قلنا الشربات بارد والكنافة ايه هي اللي سخنة. هتزقيها الشربات كده ما تكتريش عشان خاطر ايه ما تبقاش مسكرة معاكي جامد. وغير كده بتبقى ايه فيها سنة قرمشة. طبعا انتوا عارفين بتبقى طعمها حلو اوي لما تكون متحمرة الكنافة وفيها سنة القرمشة دي، بتبقى طعمها حلو خالص. وده على حسب برضو ما تحب انتي. في ناس بتحبها طرية خالص، في ناس بتحبها فيها سنة القرمشة، فده يرجع لك انتي. هنيجي بقى هنحط الكريمة وهنفردها ونسويها بسكينة بمعلقة بلاستيك، اي حاجة باللي موجود عندك بتاع التورت اللي موجودة عندك اعملي بيه ودهني بيه وظبطي بيه وكله شغال. احنا لا هنبيع ولا بنعرض، احنا هنعمل لولادنا ياكلوها في البيت. طبعا عايزة اقول لكم ان ولادي عجبتهم جدا، واللي خد منها المدرسة على فكرة خد منها في اللانش بوكس، واللي طبعا كان بياخد وهو بيذاكر، واللي حل بها بعد العشاء. وما اقولكوش يعني هي كانت اختراعات.
بعد كده ايه، احنا هنظبطها في الصينية الكريمة وهنسويها كده كويس، عشان خاطر طبعا ايه برضو الشكل، العين بتاكل قبل ايه، قبل البق. فاحنا هنسويها كده ونظبطها عشان يبقى ايه شكلها حلو ومتساوي زي ما انتوا شايفين اهو. هنسويها ونظبطها. خدت معاكي حاجة ما تاخدش معاكي حاجة، يا دوبك انت حطيتي الكنافة في الفرن، من الكنافة محمرت كنت حضرتي ايه الحشوات بتاعها، مش هتاخد معاكي اي وقت. حاجة حلوة كده. واحنا لما بندخل في الشتاء بنبقى عايزين ناكلوا اي حاجة حلوة واحنا قاعدين كده بالليل، بالنهار، بعد ما يجوا من المدرسة الولاد في اي وقت. طيب احنا عملنا الكريم شانتيه وحطيناه، لازم تحطيها في التلاجة او في الفريزر حوالي نص ساعة، عشان خاطر ايه، عشان خاطر تتماسك وتشرب من بعضها ويبقى طعمها كلها على بعضها كده، حاجة كده ما اقولكوش. انتوا اعملوا ودوقوا وقولوا لي رأيكم. طيب اسكت؟ لا ما اسكتش طبعا، مسكت المواعين طبعا والصينية اللي انا عملت فيها والحاجات كله لميته. شايفين فضلة خيركم يعني، شوية مواعين ايه محترمين. قلت يا بنت تدخلي بقى من ما هي تتشرب من بعضيها، والكريم شانتيه لازم يتماسك عشان لما احط عليه الكراميل ما يسيحش كله ويتلخبط مع بعضه، لازم تحطيه يتجمد في الفريزر شوية. قلت امسكي المواعين بقى وشطبي المطبخ بالمرة. مسكت المواعين بقى شطبته، غسلتهم وغسلت المطبخ وحضرت كل حاجة. كانت خلاص هي ايه، خلاص تماسكت واتجمدت معايا. فين؟ في الفريزر. انا حطيتها في الفريزر وتغطيها بستريتش عشان خاطر ما تاخدش اي روايح من الفريزر. بستريتش معاكي او ورق فويل اللي موجود عندك غطيها بيه، وسيبيها حوالي نص ساعة ساعة عشان خاطر الكريم شانتيه ايه يتماسك. مسكنا بقى المواعين نضفناها، يعني كانت كمية مواعين زي ما انتوا شايفين محترمة، بس ما خدوش مننا